كاين بزاف د الناس مقلقين من العلاقه ديال المغرب واوروبا والبرلمان الاوروبي. انا كنقول لهم بلا ما تخافوا، تبتوا رزنوا، المغرب غادي في خطوات ثابته وعارف راسو اش كيدير. ما تخلعوا معاه، خليهم يقولوا اللي بغاو، خليهم يقولوا تقرير مصير، خليهم يقولوا هذاك الشيء ديال المغرب فيه القمع وفيه خرق لحقوق الانسان وفيه. خليهم يقولوا اللي بغاو، ما تخافوش. انا المغرب عارف اش كيدير، وهو كيتصرف بطريقه عقلانيه وفي صمت. عارفين المغرب مني كينوض بطريقه يعني حكيمه ورزينه. فتيبانوا لي بزاف ديال الناس في اليوتيوب مخلوعين كذا. اوروبا مشات تحالفات مع الجزائر وخلاتنا وكذا، هذاك الشيء مدبر. مساله ديال الغاز، راه غياخذوا الغاز غيتدفاو في هاد الشتيوه هادي، وهما معاك. هما عاوتاني يبقاو معاك ويصيفطوا لك الوزراء وحنا مع المغرب وكذا وهذا، لان الرجوع الى الاصل الفضيله. اللي كيتلقى الحق مع الباطل طبيعة الحال غادي ينتصر الحق، لأن الباطل كان زهوقا. وهذا الشيء اللي كاين، ما تخافوش. أنا بالنسبة لي يعني السكوت ديال المغرب والصمت كيفرحني. المغرب ما كيردش بزاف، فيش الهضرة بزاف، كيخدم كيشتغل. صراحة أنا كتعجبني السياسة الخارجية ديال المغرب وكنتعلم منها شخصيا. شي العلاقة الخارجية ديال المغرب مع الدول الأخرى راه بحال العلاقة ديال شخص مع شخص. هذاك الشخص اللي تيكون نيرفوز وكيكون ديما تيجيبها في راسو، وداك الشخص اللي تيكون مهدان وكيسكت، كيتعامل غير بليونه وببساطه. واخا يكون هو على، فهمتيني، واخا يكون هو على خطا مثلا، كيبدا يبان بانه راه معقول، وحتى الناس كيشوفوا تيقولوا تبته مرزن. انا شخصيا كنشوف يعني الدبلوماسيه يعني المغربيه والعلاقات الخارجيه ديال المغرب مثال. والمثال كيفاش تتعامل مع الاخرين، كيفاش هذاك الانضباط النفسي داك المرونه، وداك ملي كتقول الكلام ما كيخرج، تيخرج موزون، والبلاغات اللي كتخرج كيفاش كيتصرفوا، كيفاش هذا. يعني داك الشيء رائع. من فوزي القشع وانت غادي السي بوريطه، وعلى راسهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس، ناس رائعين صراحه. فلذلك ما تخافوش، المغرب غادي في خطوات ثابته. وهاد التوترات اللي كاينه ما بين المغرب والبرلمان الاوروبي غدوز، وغادي ترجع للمياه المجاريه، وكيف بحال حتى شي حاجه ما كاينه. لان المغرب هو الاصل والباقي تقليد. المغرب ما عندوش غاز، ولكن عنده اشياء اخرى تيضغط بها. عنده اوراق وما تيخرجش بكاع الاوراق، تيخليك تخرج الاوراق ديالك كاملين وتغضب وتبقى تخوت حتى تتسالي، وكيبدا معاك ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه. بحال اللي دار لهم السي فوزي القجع. سديتي الجو، سديتي البر، ومني جا كاس الشان قال لك سيدي الا بغيتيني نجي لعندك خصني نجي عندك برحله مباشره، وحطك بين مازقين صافي لا ثالث له. يا اما تفتح الحدود وتبان قدام العالم بانك ضعيف وانك ما عندك كلمه، يا اما تقول لا وما تفتحش، والمره الجايه ما تبقاش تفتح فمك وتقول انني باغي ندير واحد التظاهره عالميه او باغي ندير واحد التظاهره كرويه او رياضيه، لانك عندك مشاكل وسد حدود، فبالتالي ديما غتخلق لهم مشاكل. وهنا غتلقى راسك بانك وليتي مسؤول. وهذه هي الدبلوماسيه المغربيه، هذه هي السياسه. يخليك تخرج الاوراق ديالك كاملين وتغضب وتنرفز، وفي الاخير كيبدا عليك بالصمته. هاك بالك ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، والبادئ اظلم. باقين غنشوفوا هذا الشيء اللي دارت يعني المغرب، باقين غنشوفوا. لذلك كنقول بزاف ديال الناس ما تخافوش، المغرب حكيم في التعاملات ديالو. وحتى الاوروبيين باش تفهموا هذه القضيه هذه، راه حتى الدول الاوروبيه عارفين المغرب، راه البوابه ديال افريقيا. فهمتيني، كيداويو وكيجرحوا كيجروا لنا داكشي، راه باين احتياجات ديالهم. هما مولفين في افريقيا، هما اصلا مستعمرين افريقيا وكذا، مولفين ياخذوا من عندها. تيجروا ولكن يجي واحد الوقت ما يبقاوش يديروا هكا، لان الملك جاهم ديريكت. اليوم المغرب كيتشاف بالمنظار ديال الصحراء. سالينا غادي تجي للمغرب دير علاقات معها، غدير معها علاقات بصحرائها بلا ما تبقى تقول شي حاجه اخرى. ولذلك هما راه مستوعبين هذا الشيء هذا، مخليين الجزائر كيفرحوها شي شويه ويهدنوها شي شويه وصافي. وهذا اللي كاين. وصلنا لنهايه الحلقه، تهلاو في راسكم.